لماذا الأقليات في العالم العربي، وهي لو حسبتها عددا ليست أقليات، من الأكراد في العراق وسوريا، من الأشوريين والكلدانيين، من الأمازيغ بمختلف تلويناتهم في المغرب، في الجزائر، في تونس، في ليبيا، حتى أمازيغ واحد سوى، من المسيحيين، من البهائيين، لماذا العالم العربي لا يقبل أنه متنوع، وأن ما يسموه بالتفتيت المفتت هو أصلا جزء أصيل منه؟ لقد صار أغلب من يسكنون العالم العربي يكفرون بالعروبة. حقيقة موجعة. والحقيقة لأنه ثبت أن التجربة فاشلة، المستوى السياسي، المستوى الاقتصادي، المستوى على كل المستويات. أفشل حاجة في العالم حاجة اسمها الجامعة العربية. هل تدعو لإعلان وفاتها؟ لا، هي توفت. هل بالظبط زي الخلافة ما كانت ميتة وقاعدين حاطينها في السرير. هل تدعو لإعلان استخراج شهادة وفاتها؟ لا، المسألة مش أنا أدعو إلى الانتقال درجة أخرى، لأن هذا مستوى خلاص أثبت فشله. درجة أخرى هي التعاون الثنائي الثلاثي، التعاون في المجالات. قد أتعاون معك في الجزائر في شأن من الشؤون المشتركة فقط، وننجح فيه معا ونقيم معا، وبناء على هذا نستطيع أن نبني علاقة ثقة وعلاقة احترام وعلاقة محبة، مش عشان خاطر عيون العروبة، وإنما عشان عيون مصلحتي وعيون مصلحة الجزائر. ولا عيب في ذلك. ولا عيب في ذلك. أن أبني علاقتي بالإمارات على مصالح مشتركة في مساحة ضيقة صغيرة، مش لازم نبقى كلنا خلطويطة. أصل الخلطويطة دي شغلة الثقافة العربية، اللي هو لم الشامي على المغربي على كله وحطوهم في بوتقة واحدة، وبقى فيه نوع من أنواع الاستعلاء والاستقواء بالعروبة، خاصة العروبة الإسلامية، وكمان العروبة الناصرية المتأسلمة، اللي هي بترى ان ثقافتها هي الصح وهي السائدة، وبناء عليه بتعامل الكون كله فيما عداها على انها اقليات. بينما انه من الادب ومن اللطافة ومن الاحترام انه لو في اكثرية عددية كلها تنضوي تحت مسمى واحد، انها تعطي الاقلية حقوق اكثر مما يستحقها الاقلية، لانه هذا هو كرم الخلق، وهذا هو التفكير الإنساني السليم. مش تبقى عشان انت جديد وانت كتير تقسو عليه وتخليه يمشي جنب الحيط، ونسلم عليك ما تردش عليه السلام، وفي عيد القيامة ما تقولوش كل سنة وانت طيب، وتنزله من على الحمار وهو راكب. هذه ثقافة القبيلة، التوحد التام. القبيلة بتخاف تتوه في الصحراء يا سيدي. مجموعة القبائل دي ثقافة بدوية، بتخاف تطوف في الصحراء، فلما تتوحد عايزه تمسك في بعضها كده عشان ما تتوهش وتنهق. وظلت سائده رغم انهم جم مجتمعات نهريه ومجتمعات مستقره، تظل الفكره ثابته عند المعنى القبلي. اذا والقبيله الاقليات لا تعلن، لكن الدارس للاقليات يعرف انها هناك العرب ان لم ينتبهوا الى موضوع هذه الاقليات، فتفتيت المفتت السياسي الذين يتحدث عليه سيضيع الأمر بالضبط من الداخل وليس من الخارج. ظلت ثقافتنا ثقافة الرؤية الواحدة. لا مثير النعرات، أنت تتكلم على الأقليات كأنه غير موجودة. يعني في إيه؟ ليه؟ إزاي؟ وبعدين كيف يمكن أن يكون صاحب البلد أقلية؟ الأمازيغ هم أصحاب الجزائر، الأقباط هم أصحاب مصر، الكرد وغيرهم المجموعات العربية الجنوبية اللي كانت في جنوب بابل هم أصحاب العراق، الأراميين كانوا لماذا نرفض أصحاب دمشق والشام؟ نطالب بالوحدة العربية ونرفض أن يطالب الأكراد بدولة كردية. ما هي دي مشكلتنا، وإن قل ذلك فأنت صهيوني. لا، إحنا مشكلتنا الآتي. إحنا نقف مع الشيشان في انفصالها عن روسيتها زمان، ونحن مع استقلال كشمير عن هندها، ونحن مع استقلال البوسنة عن يوغوسلافيتها السابقة، ونحن مع كل الانفصاليين في العالم لأنهم مسلمين كأنهم من قبيلتنا، إنما مش مع اللي هنا ومش من قبيلتنا، ولا يحق له مش ينفصل يتكلم نقطع لسانه نقطع رقبته. إن ما تخلصناش من هذا التعصب الأعمى لشيء وهمي غير حقيقي
ومدمر للوطن. ما هي الاقليه دي موجوده وصاحبه الوطن صاحبه الوطن، ما تقلبش ما تهزرش. التاريخ ما بيهزروش. ويجب ان نصلح مصطلحاتنا، يعني نسمي الاشياء باسمائها. يعني اقول عمرو بن العاص جه مصر يعمل ايه؟ جه غازي فاتح، غزو استيطاني، هو ده اللي حصل. لازم اقول ده بوضوح عشان اعرف افكر صح بعد كده. انا خلاص بقيت عربي اللسان، مسلم الدين، خلاص ما اقدرش اغير ده. يعني مش معنى الكلام ده ان انا بقدح بقى، ما هو انا ما اقدرش اغير. ما هو لو بايدي اغير ارجع امنعه، انما مش هنرجع نمنعه، هو حصل الغزو وانتهينا. يبقى ان نستخدم مصطلحات سليمه كي نعيش في وطن سليم متماسك، نفهم الحقائق. تيجي تقول الكلام ده يكفرك وطنيا ويكفرك دينيا ويكفر، لانه انا يزعجني جدا ابص الاقي مثلا ايام ما كان شيخ الازهر ده الله يرحمه يروح يقابل اللواء شاش بتاع سينا في العريش، فيخش عليه فاللواء يجي مسلمه مفتاح العريش في ذكرى دخول عمرو بن العاص مصر، فيجي شيخ الازهر واخد المفتاح وراجع على الازهر. هذه التمثيليه مقيته بل مقرفه. ليه؟ لان انت بتكرس مفهوم غير حقيقي. مين ابطالي انا؟ مين ابطالي؟ انا بدرس العيال عيالي كانوا يسالوني جايين من المدرسه يقول لك وعمرو بن العاص ده من ابطالنا وبتاع. يا ابني انتوا خلطتوا الشامي بالمغربي. عمرو بن العاص بطل حجازي وتقاس بطولته على المفاهيم الحجازيه. انا ابطالي تحتمس الثالث، انا ابطالي رمسيس الثاني، انا ابطالي في الحقبه القبطيه المناضل الفلاني ضد الروم والمناضل الفلاني ضد كذا وتغيب عني الاسماء. انا المناضل بتاعي اللي عمل ثوره ضد الخلافه ظلت مستمره 4 قرون في شرق الدلتا، فيها المسلم والمسيحي واليهودي والعربي اللي جه من اليمن واستوطن مصر وبقى مصري. ان ما فهمناش ده مش هنعرف نرص حقائقنا جنب بعضها. لازم نفهم ان اللي بيجمعنا وطن ما بيجمعناش دين، وله تاريخ لازم نتكلمه بصراحه وبوضوح. الفتح مالوش قدسيه.